السلام عليكم ورحمة الله. بعد بسم الله والصلاة على رسول الله. نروي لكم قصة عن أفراد التعبئة موب في قلب الجزائر في فترة التسعينيات الصعبة. وقف رجال التعبئة من عام 1995 إلى عام 1999 كجدار صد أمام الإرهاب الهمجي. كان هؤلاء الشباب الذين تم استدعاؤهم من مختلف أنحاء البلاد يمثلون قوة لا يستهان بها. تدربوا بشدة وتعلموا كيف يواجهون الظروف القاسية. كانت مهمتهم حماية القرى والمدن وتأمين حياة الشعب ومطاردة الجماعات الإرهابية. كانت الحياة يومية مليئة بالتحديات. كانوا يعيشون في مفرزة بسيطة في الجبال ويتناولون طعاماً متواضعاً، لكنهم كانوا متحدين بروح وطنية. وفي ليلة من الليالي المظلمة كانوا يخرجون في دوريات متسلحين ببنادقهم وعيونهم تراقب كل حركة. كانوا يعرفون أن الخطر يتربص بهم في كل مكان. وأثناء دورية في منطقة جبلية تعرضت المجموعة لكمين من قبل الإرهابيين. كان القتال شرساً والنيران تتطاير من كل جانب، لكن رجال التعبئة صمدوا وقاتلوا بشجاعة حتى تمكنوا من صد الهجوم. وفي هذه المعركة فقدوا بعض رفاقهم الأعزاء، لكنهم لم يفقدوا الأمل. كانوا يعرفون أنهم يقاتلون من أجل مستقبل الجزائر. بعد سنوات من الخدمة الشاقة انتهت مهمة التعبئة، وعاد هؤلاء شباب إلى حياتهم المدنية، لكنهم لم ينسوا أبداً ما مروا به. لقد أصبحوا جزءاً من تاريخ الجزائر وشاهداً على قوة التضحية والوطنية. لقد تركوا بصمة لا تمحى في ذاكرة الأمة كأبطال حقيقيين كانوا فخر الجزائر وسيظلون كذلك إلى الأبد. قصصهم تروى للأجيال القادمة لتلهمهم وتشجعهم على حب الوطن والدفاع عنه. إنه مثال للتضحية والفداء من أجل الوطن. لقد ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل أن تنعم الجزائر بالأمن والسلام، وكانوا درعاً واقياً في وجه الإرهاب ورمزاً للأمل في مستقبل أفضل. لقد أثبتوا أن قوة الإرادة والتضحية يمكن أن تتغلب على أي تحدي. وكانوا رجالاً في زمن المحن وأبطالاً في زمن السلام. ستظل ذكراهم خالدة في قلوب الجزائريين، وشعارهم دائماً تحيا الجزائر. الله يرحم الشهداء.